كده هو والعاني هنعملك ازاي وهو واقف طيب لا من بعيد كده على بسيط بجد خليك لا بص يبقى كده بالظبط يعمل لك كده وبعدين اول ما يشوفني يعمل عسل مايكي راجل بتحسه بجد يعني. يعني عادي فاهم هو معجب برافائيل مش اخوه هو من الفانز بتوعه غنيت انا وياه هلا على التليفون انت كمان كمان غنيت هكلم صديقي يا رب انا كمان فكرت حالي كتير مميز هيك هترد ضحكت علينا انه عسل النور لا كده اختاروا احسن حد يعني احسن واحد غنى معاك صراحه هيدا النومينيه اكيد ايوه هلا النومينيه من ورا هيدا بشوفوا غنيتها ممكن اللي يبقى كده كل حد من اهلك وكان غني معاك في بالك كان حلو سوري انا بس انا عايزه اقول بس انت كمان في ملاحظات بس قال لي كان حلو بالك قلت له حسيت حالي كسورت شوي هالجمعه قال ما بقى استرجعت بحالك ما تعطى الهام وكل شيء مش عارف مش ماشي معقول جني يا عيوني مني نوينه بتعرف شو بعمل فيها اغنيه باخذ جني مني نوينه بقيت اثنيناتهم لو انت مرات الجامعه مع بعض يبقى هيتفضل انيس ونسيم من وجهه نظر يعني لو انت بتقول لو انت ما طلعتش يقبلوا نسيم عشان نسي الكلام كمان نسي الكلام؟ قال كوبليه تاني يعني كان عادي لا في الفعل ممكن انا على فكره انت بتحتار كيف تزعلي حالك وحياة امك انت دخلت منيح بتحتار ازاي تخلي نفسها من يعني ممكن تبقى عامله حلو تبدا تفتكر ايه الوحش في البال مظبوط يوصلني ان انا خصمة شعر كانت ملفوفه لجوه لما كنت عايزه تخبطي في رافائيل كان المفروض ينزل معاكي عشان ما نزلش معاكي يبقى انت تطلعي برغم ان هم ما يعرفوش اصلا رافائيل كان المفروض ينزل معاكي يا بيت عقلك ودماغك نقدر بس بدي اشوف شو علقوا على اقبال مروان اللي فت مثلت فينا بس هتعرف بقى بكره كله ما دام لا حيقولوا لمروان انت ليه مروان حيعاتبوه على التمثيل مروان حيعاتبوه يعني ليش ما يقدر يمثل مثلك او مثله بيكيو مروان صوته حلو مروان احلى صوت مروان فهمني مروان احلى صوت قول له في وجهه مروان احلى صوت بس هو لما مدام بيتي قالت له السلاسه يعني السلاسه في كل شيء في الحضور في سميته مش فهمتيني مروان زلمه خطير الصوت كنت بقول لك على الصوت كنت بقول لك احلى صوت بيناتنا مروان حيوصل نزيلها مشارك للحنان مين بتقول هيك؟ مروان نسيم رافائيل ايهاب محمد عباس كلنا ما نوقف هيك حد بعض نقعد قدام بعض التصويت بيطلع لكل واحد 2 3 مين دول؟ فاينل مين؟ سميهم من عداكي لا حبيبي انا اول وحده تعجبك هي الثقه في النفس ثقة بالنفس برافو فيك تاكلي بقى طب خلص ما تاكلي انه كل شيء محطوط هون المفروض تاكليه الله يستر حاطين الشاشه بنص دي امتى دي؟ امتى؟ دي يوم حصه استاذ ميلاد اللي كنا بنسلم على بعض فيها بدي اقول لكم شغله حاطين لي بالضيعه صوره حاطين لي بالضيعه مع بعض احنا الخمسه صورتنا انا وانت معك قالوا ودي في مدام قالوا لي حط لنا صورتي انا وياك وين؟ بالضيعه ودي في مدام لسمي مين قال لك؟ رفيقتي لا وانت خدتي بالك ان هم حاطين لك تاج حاطين لاد سكرين حاطين لك تاج وكلها عندنا شنبات مثلا يعني الاربع شنبات فكرك انا عم بمزح لا ما جا حاطين لي لاد سكرين 24 على 24 بنص الطريق عن جد والله العظيم بنص الطريق نجمت يا رفيق ليه ما تطلع بالقهر مان ليه بحسك مقهوره مش مقهورة انا عن جد بس تحس انها لبنانيه وان انت اخد الجمهور بتاعك في لبنان مثلا هي اذا عملت هيك بتجيب شي 66 مليون شخص مثلا انا زلمه مش هيك لا عملت هيك بس هيدي هيك تعال هيك بس طلعت هيك انا على الكاميرا حنان ما في كمان ما في كاميرا حنان بعد اذنكم والنبي بس قلب صغير تعمله لكم كده تمشي تعمل شاي كاميرا مين بتحبه؟ يحب كلهم
كان حماق عليكم. كان حماق، انا حماق عليكم، حيانا كان حماق يعني كل واحد يجمع زبائن كان حماق عليكم. يلا كل واحد يجمع انا جمعت انت الكمية خلاص. وبعدك انتم ولا كوا شو قلت له؟ بليز بس شوي. اتكلم على خالتي سامية سامية، سلوى وابنائهم اماني وميسة ودنيا وياسمين اختي ومروة وزوجها كمان توحشتكم برشا واصحابي الكل بحب اهدلهم في النهاية. مولد النبي الشريع على المصريين كلهم، مصريين تونس الكل العالم العربي كله. مصري شو قلت لك مك؟ يوم الخميس مولد يا جماعة. بكره 23 ديسمبر. شو قالت لك امك؟ شو قالت لك؟ قالت لي الاساتذه عندهم ايفال